طبعا متاخره كل يوم على العياده بتاعتي لسبب بسيط وجيه خالص. يعني انا طالعه من البيت بدري، بس لازم نقف لنا بتاع ساعه ساعتين كده في المنطقه اللي هي من اول الحضره لحد حجر النواتيه. العربيه بتتحرك 2 سم كل ربع ساعه. ليه بقى؟ ليه الزحمه والقرف وفي نفس الميعاد كل يوم؟ عشان خاطر شويه البقر، انا مش هقول عليهم بشر، لا هم بقر، اللي بيعدوا الطريق وسط العربيات ومكسل يطلع كوبري المشاة، فزاحمين الطريق، فالعربيات واقفه، فبنقف بقى ساعتين في السكه من اول الحضره لحد حجر النواتيه على المحموديه. ما تطلع كوبري المشاة، ما هو معمول فوقك يا حمار. انا لو دهستك بالعربيه مش هاخد فيك حاجه، هو محضر قتل خطأ ب50 جنيه، لان ده طريق سريع، انت المفروض ما تعديش وسط العربيات اصلا. طريق عبور المشاة فوقك، يعني احنا ما فيش ده يعني مش هنمشي مسافه، ده فوقك. فليه الغباوه؟ يعني لو واحد دلوقتي رايح شغله متاخر، قدر يا اخي انا عندي حاله بتولد ورايحه لها، يعني مش هقول لك رايحه العياده، عندي حاله بتولد، اروح لها على السبوع بقى عشان اما اقف استنى الناس اللي بتعدي يا شويه بقر وبهايم. ما تركبوا اشاره، الناس ما بتطلعش كوبري المشاة، الناس مكسله تطلع كوبري المشاة اللي هو 3 ادوار اصلا. ركب اشاره يا عم، عدي العربيات في دقيقه والناس تعدي في دقيقه، والعربيات اللي تخالف الكلام ده تتاخد مخالفه، لا تحول جنيهات ولا نيله، بحيث لما واحد يعدي والاشاره مفتوحه للعربيات ويتخبط بالعربيه والكاميرات مصوراه ما ناخدش فيه حاجه، ما نروحش فيه السجن. واحد قرف والله العظيم قرف.